قديما. هل المعدان فعلا من السومريين؟ شوف المعدان، يعني بعد أن العرب المسلمين بالفتوحات العربية في العهد ورا الراشدي الأموي راحوا إلى باكستان، إلى القارة الهندية وإلى الشرق، أتوا بأصحاب الجاموس. محمد القاسم. إيه، محمد أبو القاسم القاسم الثقفي. الثقفي. أتوا ب ب من أنهار الإندوس، نهر الإندوس وغيره. بنجاب. نعم، كان أكو رعاة للجاموس، هم جابوا الجاموس، يعني هم بالقرن الهجري الأول. نعم. الحقيقة هذول هم المعدان، يعني هم اللي السومريين لم يكونوا من المعدان. بس لا دليل على أن السومريين كانوا يعبدون الجاموس، كانوا يعبدون البقر أو يبجلون أخي الثور. دكتور مجيد، أنا دا أتكلم السومريين بالألف الرابع خامس قبل الميلاد. أنا دا أتكلم عن 700 ميلادية، مو هيك القرن الأول تشريحيا الهجري. ممكن يتشابهون مع السومريين الآن؟ لا، شوف أقول لك شيء، يعني لا، يعني أنت قلت لي المعدان هم أصحاب الجاموس اللي جابهم، اللي الفتوحات العربية الإسلامية جابتهم من غرب الهند والباكستان. الآن تنقيبات أريدو وأور وغيرها، خاصة في أريدو بالأواسط الأربعينات، المرحوم فؤاد سفر وسيتن لويد استظهروا حوالي 1000 قبر. سير كارتكون من كبار علماء الأجناس البشرية الإنجليز تفرغ على دراسة جماجم هؤلاء اللي أريدو سومريين، مو هيك من الألف الخامس. فاعتقد الرجل دراسته هذول الألف قبر، الألف جمجمة، جماجمهم دوليكو براكيسيفاليك، يعني اكو براكيسيفاليك الجمجمة الطويلة، ودوليكوسيفاليك الجمجمة العريضة الأرمنويد، يعني الأتراك والأرمن ووسط آسيا المغول وغيرهم. فهذول الأهل، يعني الموتى المدفونين في قبور أريدو وبلاد سومر وفي كيش، بعد هذا بعد أو قبل في العشرينات كيش لانقدن، هم أصحاب الجماجم الطولية اللي هي من البحر المتوسط، اللي يشبهوا جماجم سكنت جنوب العراق الحالي.